ازاي تتعاملي مع طفلك من سن 2 ل10؟ سن 2 تحرك ابنك بقى احسن، هاتيله العاب تقوي قدرته على التحكم بايديه زي المكعبات مثلا، وكمان هيبدا كلامه يتحسن، فياريت تكلميه كتير علشان مهاراته تزيد. سن 3 الطفل بيبتدي يبقى اجتماعي، علشان كده بيحتاج ان احنا نبين مشاعرنا تجاهه وتجاه الناس التانية، وكمان احساسه بالتملك بيزيد ويقول انا مين وعندي لعبة ايه. عشان كده مطلوب مننا اننا نساعده ونعرفه على نفسه في السن ده، اسمه، عيلته، دينه، جنسه. سن 4 السن ده بقى بينقسم لمرحلتين. المرحلة الاولى ثورة السلوك، حركة كتير، ثورة على كل حاجة، عند استهانته بالاوامر. معلش هي دي الفترة اللي بتكون له ثقته بنفسه. دورنا بقى ان احنا نهذب الثقة دي. الصح ان احنا نكلمه بهدوء ونفهمه غلط، ولو عند بزيادة انه لازم يعمل حاجة سيبيه يعملها وهو هيتعلم من غلط. اما المرحلة التانية من سن 4 فهي ثورة العقل، وفي المرحلة دي بيسأل اسئلة كتير وبيتناقش في حاجات عامله له فضول. ليه السما زرقاء؟ ليه احنا مش سلاحف؟ والاسئلة دي علشان الطفل بيبقى مهتم باللي حواليه، فدورنا ان احنا نجاوب على اسئلته مهما كانت عجيبة، وما نألفش قصص غلط ونقولها له علشان كله بيثبت عنده، او نعلمه ازاي يدور على المعلومة. هيفرق في شخصيته. لسه هقول لكم نعمل ايه مع الطفل من سن 5 ل10 سنين في الفيديو اللي جاي. الكلام ده من كتاب الطفل من الثانية إلى العاشرة.